فيديو مهم جدا عن نوع الفيزا اللي اسمها الاي بي 3. هل تعرف ان في فئة في الهجرة الامريكية مخصصة للوظائف غير الماهرة ومعاها كمان طريق قانوني للاقامة الدائمة هنا في امريكا؟ الفئة دي اسمها الاي بي 3 other workers، وهي معمولة اساسا عشان خاطر شركات هنا في امريكا عندها نقص مزمن في العمالة وبتحتاج توظيف لناس من خارج الولايات المتحدة بشكل رسمي. في الفيديو ده هشرح لك الفكرة بكل بساطة، مين يقدر يقدم، ايه اللي بيخليها فرصة قوية لكل الناس اللي عايزه تقدم عليها، وايه اصعب نقطه في الرحله دي كلها فعليا، وليه كمان ناس كتير بتقف عندها. خلينا نبدا اولا من الصوره الكبيره. الحكومه الامريكيه بتخصص كل سنه عدد محدد من التاشيرات للفئه دي، حوالي 10000 فيزا تقريبا موجهين لوظائف غير ماهره، وده رقم مهم جدا لانه بيقول ان الموضوع مش كلام عام عن الهجره وخلاص، دي فئه ليها حصه سنويه واضحه وموجوده داخل نظام الهجره الامريكي نفسه. طب السؤال اللي طبيعي يجي في دماغك دلوقتي، يعني هل دي طريقه قانونيه 100%؟ وهل فعلا بتوصل للاقامه الدائمه؟ الاجابه ان الفكره الاساسيه من الاي بي 3 فيزا ان هي فعلا ممكن تكون فرصه للحصول على الاقامه الدائمه هنا في الولايات المتحده، اللي هو الجرين كارد، لان المسار هنا مبني على رعايه من صاحب عمل امريكي، امبلوير سبونسرشيب، يعني مش مجرد تصريح عمل وخلاص. الهدف النهائي في المسار ده هو الاقامه الدائمه، هو الحصول على الجرين كارد حسب طبعا حالتك والاجراءات اللي انت ماشي فيها. لكن قبل ما نسترسل في نقطه بتحدد كل حاجه تقريبا، الفئه دي مش قائمه على ان انت تقدم لوحدك وتستنى. اهم عنصر فيها هو صاحب العمل الامريكي، لان هو ده اللي بيحرك الملف كله، هو الامبلوير او صاحب العمل اللي موجود هنا في امريكا واللي عنده احتياج حقيقي لعماله في وظيفه فيها نقص مزمن. وكمان لازم صاحب العمل ده يكون قادر وراغب ان هو يعمل الرعايه دي لمرشح من خارج امريكا. وهنا نخش على اكتر جزء ناس كتير قوي بتتعثر فيه. طيب انا هلاقي صاحب عمل يوافق يراعيني ازاي؟ الحقيقه ان اصعب خطوه غالبا مش في الورق ولا في الاجراءات، اصعب خطوه حقيقيه كل الناس بتواجهها تقريبا هي ان انت تلاقي امبلوير يعني يكون مؤهل وجاهز فعلا ان هو يعمل لك سبونسرشيب. ناس كتير بتفتكر ان المشكله بتكون في التقديم، لكن الواقع ان التحدي الاكبر هو النقطه بتاعه العرض الوظيفي والرعايه الوظيفيه نفسها. علشان كده بتظهر قيمه الجهات اللي هي بتشتغل كانها حلقه وصل بين المتقدمين واصحاب العمل. في شركات كتير هنا في امريكا بتقول ان هي بتتعاون مع اصحاب عمل، هم اصحاب العمل دول بيكونوا مؤهلين وفي نفس الوقت عندهم استعداد ان هم يرعوا اجانب من خارج امريكا لوظائف عندهم فيها احتياج. الفكره هنا مش ان اي حد يبقى سبونسر، لازم يكون الامبلوير ده مناسب ويوافق ان هو يدخل في المسار ده بنفسه. طب خلينا نرتب الموضوع بشكل اوضح. انت قدامك دلوقتي فرصه اسمها اي بي 3 other workers. النوع ده من الفيزا عددها السنوي ممكن يوصل ل 10000 فيزا، والهدف منها ان الشركات اللي موجوده هنا في امريكا اللي عندها نقص مزمن في وظائف العماله الغير ماهره، زي مثلا اللي بيقطع الجراس او اللي بيقطع الشجر او بعض العمليات الاخرى الغير ماهره، تقدر ان هي الامبلويرز دي تقدر ان هي تجيب ناس من بره امريكا بشكل قانوني 100%. لحد هنا الصوره منطقيه، بس المهم ان انت تعرف ان الفيزا دي مرتبطه بالوظائف واحتياج سوق العمل ليها. السؤال بقى اللي انا هجاوبك عليه دلوقتي وهوفر عليك ان انت تكتبه لي في الكومنتات هو هل لازم اكون داخل امريكا ولا ينفع اقدم من بلدي؟ هنا المعلومه اللي انا عايزك تفهمها دلوقتي ان النوع ده من الفيزا تقدر ان انت تقدم عليها بالطريقتين، يا اما طريقه تعديل الوضع من جوه امريكا، يا اما طريقه الكونسولار بروسيسنج من بره امريكا اللي هو طريق القنصليه. فلو انت جوه امريكا اصلا وبوضع يسمح لك بهذا التعديل تقدر تعمل التعديل ده، ولو انت مش جوه امريكا بس عندك صاحب عمل هنا في امريكا بيقدر ان هو يعمل لك الاجراءات وانت بتكمل الاجراءات القنصليه من بره امريكا اللي هي بتكون عن طريق السفاره او القنصليه. يعني المسار بتاع الفيزا دي مش مقفول على ناس من جوه امريكا بس، ومش مقتصر على ناس من بره امريكا بس، هو مرن على حسب حالتك القانونيه ومكانك. في نقطه مهمه جدا ناس كتير قوي برضو بتسال عنها وهي خاصه بالعائله بتاعتهم، هل ينفع اخد اسرتي معايا؟ دي تعتبر من اقوى مميزات المسار في النوع ده من الفيزا اللي هي الاي بي 3 فيزا. لو كنت مؤهل للنوع ده من الفيزا تقدر ان انت تاخد زوجتك واولادك كمان الغير متزوجين تحت 21 سنه، وده معناه ان الموضوع مش مجرد سفر فردي، ده ممكن يبقى انتقال عائلي كامل بشكل قانوني للولايات المتحده. خليني دلوقتي اشرح مصطلحين مهمين جدا. المصطلح الاول هو فرصه، والمصطلح الثاني هو وعد. النوع ده من الفيزا مش طريق سحري ولا هو وعد ان انت هتيجي امريكا بالفعل، هي اجراءات انت بتمشي فيها انت وصاحب العمل اللي بيقدم لك، ويا الاداره الهجره وافقت بهذه الاوراق يا اما لا. ده كله بيكون مبني على احتياج حقيقي عند صاحب العمل ونقص مزمن في العماله دي اللي هي بوظائف غير الماهره هنا في امريكا. فلو في احتياج حقيقي هو ده اللي بيخلي صاحب العمل بتاعك او السبونسر بتاعك يقدر ان هو يكسب القضيه دي. فانت ممكن تعملها بالمعادله دي، 10000 فيزا سنويا زائد نقص مزمن في العماله زائد صاحب عمل جاهز ان هو يعمل لك سبونسرشيب
شيب يساوي طريق ممكن يوصل للاقامه الدائمه هنا في امريكا. لو ضلع من الاضلاع دي ناقص الرحله بتتعطل. عشان كده ممكن تلاقي ناس كتير قوي بتركز على الاوراق بس، لكن بتنسى ان الاساس هو صاحب العمل نفسه. لازم صاحب العمل ده يكون مؤهل ويكون فاهم ويكون راغب ان هو يمشي في السكه دي. طب حضرتك ايه اللي يخليك تهتم بالموضوع ده حتى لو انت مش متاكد من ظروفك؟ لان مجرد ان انت تعرف ان في نوع فيزا اسمه الاي بي 3 فيزا للوظائف الغير ماهره، ده لوحده ممكن يغير من طريقه تفكيرك في الهجره الامريكي من مجرد كلام عام الى مسار محدد ليه شروط ومنطق وخطوات. والسؤال الاخير اللي انا هجاوبك عليه دلوقتي واوفر عليك ان انت تكتبه لي في التعليقات هو: طيب انا ابدا منين؟ البدايه الحقيقيه هنا مش ان انت بتملى استماره وخلاص. البدايه هنا ان انت تفهم ايه هو اكبر تحدي قدامك، وهو ايجاد صاحب العمل او الامبلوير اللي يقدر ويوافق ان هو يرعاك في وظيفه ضمن احتياج مزمن. ومن هنا طبعا بيجي دور الشركات الكبيره اللي بتربط الناس المتقدمين دول باصحاب العمل المؤهلين واللي هم جاهزين فعلا ان هم يعملوا السبونسرشيب او الرعايه دي. الخلاصه هنا ان الاي بي 3 فيزا هي نوع فيزا امريكيه للوظائف غير الماهره. الحكومه الامريكيه بتخصص ليها حوالي 10000 فيزا سنويا، وبتعتمد على رعايه صاحب عمل امريكي عنده نقص مزمن في العماله. وانا اسف لو كنت بكرر الكلام علشان خاطر المعلومه تثبت. كمان ممكن تمشي فيها بتعديل وضعك من داخل امريكا او من خلال اجراءات القنصليه من بلدك. ولو كنت مؤهل ليها فزوجتك واولادك اللي هم تحت ال 21 سنه ممكن كمان هم ياخدوا جرين كارد معاك. واصعب جزء في المسار ده كله تقريبا هو الحصول على صاحب عمل يكون جاهز ومؤهل ان هو يعمل لك سبونسرشيب او الرعايه دي. وده تحديدا النقطه اللي بتحدد اذا كانت الفرصه دي هتتحول لمسار واقعي ليك ولا هتفضل مجرد فكره. في النهايه انا عندي فيديوهات كتير هنا في القناه عن كل حاجه تقريبا تخص السفر والهجره والمعيشه في امريكا. الفيديو ده هو اللي اليوتيوب مختاره ليك دلوقتي، ممكن يكون هو الفيديو المهم بالنسبه لك في الفتره اللي جايه. اسف جدا على الاطاله، شكرا جدا جدا لمتابعتك واتمنى لك كل التوفيق.